هو في كده يا اخواتي؟ هو في عظمة كده؟ اكتر من مليون عميل طلع من شركة اتصالات ليه؟ كل ده عشان الزمالك؟ قد كده انتوا عندكم مبدأ وكرامة؟ الواحد في حياته ما شافش كده. ده يبين لك باختصار الفرق بين جمهور الزمالك وجمهور الاهلي. لما كلنا قررنا ان احنا نقاطع شركة اتصالات بعد الاعلان المسيء لجماهير الزمالك، كلنا جالنا مكالمات من الشركة يقولوا لنا معلش حقكم علينا، احنا حذفنا الاعلان. طب بقول لكم ايه، هنديك يا عم كل واحد 50,000 جيجا لمدة 6 اشهر. كان ناقص يبوسوا ايدينا عشان ما نطلعش منها. ورغم كده احنا على مبدأنا وعلى كرامتنا حولنا وما فرقش معانا حاجة عشان خاطر احنا عندنا كرامة. فرق جمهور تاني، واحد زي امام عاشور شتمهم بامهم وابوهم ولعن رموزهم ولعن اللي جابهم، وفي ثانية الا ثانية المبادئ والكرامة اتحطوا في الدرج واتقفل عليهم، وقال لك امام عاشور كل الدعم اللي اتكسر خلاص يتلم. ومش كده وبس، ده امام عاشور كمان بقى قائد المدرج بتاعهم بألقاب وهو اللي بيحركهم، لانكم ببساطة قطيع وغيابين متساقين. وده اللي مجننهم مننا، اللي هو انتوا ازاي كده؟ انتوا ازاي كلكم ايد واحده كده؟ انتوا ليه بتحبوا النادي قوي كده؟ وده دايما بيخلي جمهور الزمالك كعبه عالي على جمهور الاهلي. الواحد عنده كمية فخر ان هو بينتمي للزملكاوية يا اخوات. جمهور الزمالك اثبت للناس كلها ان هو جمهور كبير وجمهور جبار وجمهور لا يستهان به. الفرق بيننا كبير يا صاحبي، وده اللي مضايقك قوي. عاش جمهور الزمالك، اعظم جمهور في الدنيا والله.